السلام عليكم. انا ولا مع بيومي فؤاد ولا مع محمد سلام. وبداية غريبة، انا عارفة ان انتم مستغربين، بس انا ليه بقول كده؟ كلنا امبارح شفنا مقطع للفنان بيومي فؤاد وهو بيشرح مدى علاقته بالفنان محمد سلام، وقد ايه هو كان بالنسبة له الاب الروحي. والكلام ده فعلا كان محمد سلام بيقوله، يعني مش كلام بيدعيه بيومي فؤاد. محمد سلام كان بيقول على بيومي فؤاد ان هو الاب الروحي ليه. وكلنا عارفين الخلاف اللي حصل بين بيومي فؤاد ومحمد سلام بسبب ان محمد سلام طلع ايام الاحداث الصعبه اللي حصلت في فلسطين، والحاجات اللي كانت بتحصل واللي ما زالت بتحصل واللي وجع قلوبنا واللي ربنا يعلم بمدى حزننا عليها. وساعتها قال انا مش هروح اصور المسرحيه عشان انا مش قادر اتخيل ان في اطفال بيدبحوا وبيموتوا والناس دي قادره تضحك عادي. على العلم ان في الوقت ده محمد سلام كان بيصور مسلسل الكبير قوي، والكبير قوي مسلسل كوميدي. طيب خلينا بس قبل ما اكمل خلينا نشوف بيومي فؤاد قال ايه. انا عايز اسالك في حاجه الحته دي. انا عارفه ان انت ومحمد سلام في الكبير، وعارفه ان الكبير كان بيتصور من زمان، تقريبا من قبل عرض المسرحيه دي. يس. محمد سلام لما طلع قال الفيديو ده نزل بعدها صور الكبير طبعا. ولا قعد في بيته؟ لا، نزل صور كده. نزل صور. اشمعنى المسرحيه؟ ما هو دوره برضه بيضحك وكوميدي في الكبير. الرد عند سلام، هو التزم بالكبير والتزم بعقوده وبوعوده وبحاجات. الرد عنده والله ما اعرفش. يوم 24 الساعة 3 فجرا، فجر 25، جالي تليفون من محمد نصار منتج المسرحية، قال لي الحق سلام اعتذر. وكانت طيارتنا 10:25 صباحا، 3 فجرا. وربي ما قلت له ليه، قلت له حاضر اقفل، انا في العربيه دلوقتي، لما اروح هكلمه. اي كلمه هقولها دلوقتي اي حد عنده معلومه غيرها في حرف جر يطلع يكذبني. وليه هو كلمني انا؟ وليه اي حد في الدنيا لما بتحصل له مشكله مع سلام بيكلموني انا؟ عشان انا كبير سلام، انا الريفرنس بتاع سلام. اسالوه. هو كان بيقول كده وكان بيقول ان انت ابوه الروحي. اسالوه. تمام. روحت، رفعت التليفون، اول رنه رد سلام، قال لي عم يوكا. انا يوكا مشهور بيوكا الشو. والله العظيم انت اول واحد كنت عاوز اكلمه، بس قلت زمانك نايم. قلت له لا يا حبيبي، انا بحضر الشنط عشان خايف الطياره تفوتني، فهطبق بحضر الشنط وجاهز. خير يا ابن اللذينه المره دي. المره دي ايه؟ لان انا متعود بيبقى يا خناقه على فلوس يا خناقه على قفيش عاده. قال لي انا مش قادر. مش قادر؟ قلت له ايه خير؟ تعبان؟ قال لي لا، انت شايف اللي بيحصل والاطفال اللي بتتذبح والاطفال اللي بتموت والكلام ده. قلت له لا اله الا الله يا ابني، احنا بايدينا ايه؟ سلام، انا اول ما عرفت منكم واقسم بالله يا ابني ما في صلاه بصليها الا ما بدعي لهم قبل ما بدعي لاولادي، ان ربنا يعافيهم وربنا يثبتهم وربنا يحرق كل اللي واقفين مع الصهاينه ويخلصنا منهم على خير. لكن يا ابني ده اكل عيش، وفي ناس كتير قوي 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 انت تعرف ان بيوتهم مفتوحه بالحاجات دي. انا مش قادر. قعدنا حوالي من 10 ل 12 دقيقه. في اخر المكالمه قلت له طب ترشح لنا مين بدالك؟ قال لي خد اي حد من مسرح مصر، دول قرود، يعني ما قالش انور من الاسم، قال كده دول قرود وبيحفظوا بسرعه وينجزوكم. قلت له ماشي. قفلت بعد طب يا حبيبي مش عايز حاجه الكلام ده وما اعرفش مين دعيلنا والله العظيم كده، وقفلت المكالمه. كان عامل الفيديو ولا لا؟ انا جاي لك في الكلام بقى. اتفضل معلش.
قفلت، كلمت نصار تاني، قلت له خلاص الواد اعتذر، خلاص كلمه واسقس، ده انا برشح. فنصار عشان انا بس اقسمت ان اقول الكلام صح يعني، شتم وقال لي يعتذر ولا ما يعتذرش ولا الكلام ده بتاع، وبعنف جامد جدا. مش ده المهم خالص، قول له يرفع الفيديو حالا. قلت له فيديو ايه؟ قال لي انت ما تعرفش، دي الدنيا ولع. قلت له فيديو ايه؟ قال لي انا هبعته لك. اول ما بعته لي جالي 3 4 5 6 تليفونات من الزملاء، مش هقول اسمائهم. شفت الواد عمل ايه؟ الحق الحق الحق، من الريفرنس، من المرجعيه، من الاب الروحي. من الاب الروحي. شفت الفيديو؟ الحقيقه انا اكتر بني ادم في الدنيا يفهم تاثير هذه الاشياء على البني ادمين. الفيديوهات والكلام ده قريته يعني بسرعه، بس من كتر التليفونات اللي عماله تجيلي، لا ده حدث جلل. رحت مكلمه قلت له سلام، قال لي ايوه. قلت له ارفع يا حبيبي، انت مش عاوز تطلع المسرحيه خلاص، بس ارفع الفيديو ده. قال لي لاول مره هقول لك انا اسف، مش هقدر. والله ما خد معايا 30 ثانيه. قلت له براحتك، تصبح على خير يا ابني. سافرت وحصل اللي حصل. زي ما انتوا سمعتوا، بيومي فؤاد شرح الموضوع كله، وشرح القصة دارت بينه وبين محمد سلام ازاي، وشرح انه احترم رغبته. انا مش مع ده ولا مع ده، انا بس بسأل نفسي قبليكم سؤال: هنفضل لامتى السوشيال ميديا قادرة تأثر على عواطفنا وتفكيرنا بالطريقة دي؟ ليه دايما المشهد اللي بيتصدر هو اللي بيأثر على تفكيرنا وتكويننا؟ ليه دايما اللي بيحكي الأول هو اللي بيكسب؟ يعني وده على فكرة أنا بشوفه كتير حتى في بيوت، في ولاد كتير جدا يبقى في أخين، فينهم واحد لئيم شوية أو سوسة شوية، واحد غلبان، بس اللي بيسبق وبيشتكي دايما هو اللي باين انه مقهور. انا برضو باكد انا مش مع الاتنين، بس انا لفت نظري في كلام بيومي فؤاد، يمكن كنت انا واحدة من الناس اللي عملت لايف ساعة الحدث ده، وساعتها انا ما غلطتش طبعا في بيومي فؤاد، وانا ما بغلطش في حد، لكن ساعتها كانت وجهة نظري وحرقتي على اللي حصل في فلسطين. كان وجهة نظر انت طالع تعمل ايه؟ انت طالع في السعودية تمجد في اهل السعودية وتمجد في البلد اللي انت فيه. طبعا المملكة العربية السعودية على راسي، وشعب عظيم، وانا يكفي ان هالبلد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم دفن فيها، يعني دي تكرم قوي قوي لاجل الرسول صلى الله عليه وسلم. شعبها شعب لازم يكون طيب، يعني ده بالفطرة لازم يكون شعب كويس وطيب، وأنا على راسي البلد دي مفيش أي مشاكل. ولكن هنا اللي أنا بتكلم فيه إن إحنا دايما بنحكم بالعاطفة، دايما بنحكم باللي بيتصدر. اللي يعرف ياخد المشهد في الأول واللي يعرف يجذب الناس ليه هو اللي بيتصدق. يعني برضو لما فكرت في كلام بيومي فؤاد حسيت طب فعلا محمد سلام انت كنت صاحب مبدأ، وانت اللي اتكلمت مع بيومي فؤاد وقلت له انا مش قادر، وهو احترم ده. حتى قالك ترشح لنا مين، قلت له خد حد من بتوع مسرح مصر زي ما انت سمعته، عشان العيال دي شاطره وبيحفظوا بسرعه. حلو قوي. ليه طلعت عملت فيديو؟ يعني السؤال هنا، اللي بيبقى عايز يكون صاحب قضيه وعنده مبدأ في حاجة، ليه بيطلع يعمل فيديو ده؟ انت صاحب قضية وانت رفضت فكرة انك تروح تقدم هزار وضحك واخواتك في فلسطين بيموتوا. طلعت عملت الفيديو ليه؟ رغم ان انت عارف ان الفيديو ده هيأذي ناس كتير قوي، انت مش اكيد ما بتكرههمش عشان تأذيهم، او مفيش بينك وبينهم عداوة عشان تأذيهم. انت مفروض ان انت بتقول ان ده الاب الروحي ليك. طيب ما فكرتش ان ده ممكن يأذيه؟ ما فكرتش ان ده ممكن يضره ويضر سمعته
وده اللي حصل بالفعل. يعني امبارح الفنان بيومي فؤاد قال انا قعدت 5 ايام اسوأ 5 ايام في عمري، كلهم عبارة عن هجوم من الناس وشتيمة، واهلي كانوا في منتهى الحزن لان محدش فاهم التفاصيل. لكن لما هو شرح التفاصيل في حاجات كتير وضحت قصاد عينينا، وهو دي الكارثة الحقيقية، ان دايما احنا بنحكم باللي بنلاقيه، اللي بياخد ضجة، اللي بيطلع ترند، بنمشي ورا السرب من غير ما نفكر. ثقافة القطيع، ما بنفكرش، ما بنسمعش، احنا بنتأثر وبس. محدش قعد للحظة، وانا بلوم نفسي قبليكم على فكرة، عشان كده انا طالعة اتكلم، لان محدش فكر في لحظة طيب سلام ليه موقف، وموقف قوي، موقف محترم، ليه طلع فيديو عشان يقوله؟ ما كان ممكن يعتزل، لان احنا اصلا ما نعرفش حاجة عن المسرحية دي. يعني هي مش مسرحية في مصر وواخدة ضجة فاحنا هنعرف ان محمد سلام اختفى عن المشهد. وعلى فكرة كان ممكن يطلع يقول انا اختفيت عن المشهد عشان تعبان، عشان مش قادر اكمل. لكن ليه طلعت وقررت تعمل فيديو وتقول يا جماعة انا مش قادر افرح واخواتي بيموتوا، على الرغم ان انت كنت بتصور مسلسل تاني؟ برضو في نقطة اثرها الفنان بيومي فؤاد عجبتني، او هي نقطة حقيقية قوي. هو كلنا بنشتغل الشغلانة دي عشان الفلوس، ولا كلنا بنشتغل عشان ده مصدر من مصدر الرزق الاساسي اللي احنا عايشين بيه؟ يعني الدكتور ما ده مصدر رزقه، طب الممثل ده مصدر رزقه، المذيع ما ده مصدر رزقه. طيب الناس اللي ورا الكاميرا سيبكوا بقى من الناس دي خالص، في ناس كتير جدا هو اتكلم عنهم على فكرة فاتحين بيوتهم من ورا اللي بيحصل، من ورا البرامج، من ورا المسرحيات، من ورا الافلام. في ناس كتير جدا، في بيبقى اعداد مهولة شغلانتها هي اللي فاتحه لها بيتها. الناس دي برضو كان واجب ان انت تفكر فيهم. الناس دي يعني على كلامه امبارح بقوا كلهم يشكروا محمد انور عشان هم شايفينه ان جه نقذ موقف وخلى المسرحيه تكمل، وعلى اساس المسرحيه هتكمل هم هيقبضوا ويعرفوا يعيشوا. انا مش ضد حد ومش مع حد، لكن انا نفسي بواجه ده ببرنامجي. على فكرة لو انتوا حضراتكم تلاحظوا حتى انا في البرنامج احيانا كتير بسمع، طبعا انا معذورة ليه؟ لان انا دايما بحكم في ضوء المكالمة، انا ما اقدرش احكم غير في ضوء المكالمة اللي جايالي، لان انا ما بسمعش غير من طرف واحد، الا لو ان الطرف التاني حابب يدخل. وده بقى الصدمة، لان قبل كده جالي مكالمة عمري ما هنساها، عمري ما هنساها. حتى لو دلوقتي هنزل لكم حتة منها كده عشان تفتكروا. ارجعي، انا محتاجك ومش هستغنى عنك، وما تزعليش حقك عليا، وهعمل كل اللي انت عايزاه، بس ما تسيبيش البيت. ارجعي بقى البيت، ربنا يخليك، انا بحبك. المكالمة دي زي ما انتوا شايفين كده وسامعين، كان طول المكالمة الراجل بيعيط وبيتشحتف وزعلان وبيقول لي انا كل حلمي في الحياة ان مراتي ترجع لي، انا ممكن اموت بس هي ما تبعدش عني، دي عشرة عمري، دي عشرة سنين، ده انا اموت من غيرها. انا اتأثرت جدا يا جماعة، اتأثرت وبقيت اقول كده في المكالمة، في واحدة تلاقي حد يحبها كده ولا وتسيبه، في واحدة تلاقي راجل بيعشقها كده وتسيبه. حتى انا بالعاطفة قلت له لا ده انا اكلمها، ادينا رقمها، وهو كان مصمم ان انا اكلمها، وفعلا كلمتها على الهوا وقلت له خليك معانا، وانا هقول لها ده بيحبك قوي، وهقول لها ده بيموت فيكي، وهقول لها انت ازاي تسيبيه، ده عشرة عمرك، ده مهما عمل فيكي لازم ترجعي له. وكانت المفاجأة، اسمعوا بقى، فالموضوع منتهي، كرهته بكرهه، سامعني بكرهك، لو عنك بر الكرامه تمشي وتغور في 60 داهيه. دي كانت المفاجأة.
انهيار الست بالمنظر ده. الست دي قعدت تصوت، انا عمري ما هنسى. انا نزلت لكم حته كده. الست دي قعدت تصوت صويت وتعيط عياط انتوا لن تتخيلوه، وتقولي ده دمرني، ده قهرني، ده كان عنده حب التملك، ده كان بيستلذ بعذابي، ده كان بيبقى مستمتع لما يهني ويبهدلني، ده انا ما شفتش معاه يوم حلو، ده انا ربنا رحمني لما بعدت عنه. ساعتها انا في نهايه المكالمه قلت له عندك حاجه تقولها؟